المكمل ده ممكن يوديك في داهيه، فلازم تاخد بالك لانك هتتحول بعد ما تاخده من شخص عادي لشخص كل الناس بتتفرج عليه في الجيم من كتر التحمل اللي عنده والاوزان اللي بيقدر يزقها. الكلام بتاع النهارده هيكون عن مكمل البيتا الانين. اول حاجه هتاخدها من اول سكوب هتاخده من البيتا الانين اللي هو هيرفع من قوه التحمل بتاعتك في العضلات. يعني مثلا لو انت بتتمرن ب 10 كيلو 10 عدات فهتقدر تجيب بيه اكتر من ال 10 عدات دول، علشان البيتا الانين بيرفع من حمض اسمه الكارتوزين في العضلات، وده بيقلل من حمض اللاكتيك اسيد، فبالتالي الحرقان اللي انت بتحسه بيقل كتير جدا، فبتقدر تعمل عدات اكتر وباداء احسن كمان. تاني حاجه تاخير الاجهاد العضلي، يعني بدل ما كنت هتتعب بعد تمرينه او اتنين دلوقتي انت ممكن تتعب بعد 4 تمارين، لانه هو بيقلل من احساس الحموضه في العضلات او الحرقان بتاع العضلات، فبالتالي بتقدر تستمر لفتره اكبر. تالت حاجه بيحسن لك التمارين اللي انت بتشتغل فيها بقوه انفجاريه زي السبرنتات او كمان الهيد كارديو، ده بيحسنه لك بشكل كويس جدا لانه هو بيحافظ ان طاقتك تفضل منفجره لفتره كبيره. رابع حاجه ودي حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها، هو بيدعم البناء العضلي بشكل كبير جدا، رغم اللي هو بيحسن الاداء الرياضي بشكل غير مباشر وبيحسن البناء العضلي بشكل غير مباشر، لكن هو ليه دور برده كبير في اللي انت تقدر تشيل اوزان اكتر وتقدر تتمرن لفتره اكبر، فبالتالي يحسن لك عمليه البناء العضلي على المدار الطويل. واخر حاجه لازم تكون عارفها، لو انت قلق زي البيتا الانين من اكتر المكملات اللي اتعمل عليها دراسات علميه، فاستخدمه وانت مطمن، بس اهم حاجه تجيبه من مكان موثوق، واهم حاجه لازم تكون متاكد ان انا كوتش احمد عجلان بعمل لك فيديوهات عن التمرين وعن التغذيه وعن المكملات عشان نزود من الثقافه الرياضيه. ما تنساش ان انت لازم تعمل متابعه وشير لصاحبك علشان الثقافه الرياضيه تكبر بسببك. ولو عايز نظام تدريبي وغذائي مخصصين لاهدافك ابعت دلوقتي اسالني عن باقات التدريب الاونلاين.